في ناس بتسيب ورق وناس بتسيب علامة، بس في واحد ساب جيل كامل وراه، واقف بيبص للسما ويقول هو ده اللي كان بيكلمنا. أنا مالك، والنهاردة الحكاية طالع ريحتها من صفحات ورق مصفر، من خوف قديم ومن حب خلى ناس تقرأ لأول مرة. دي واحدة من الحكايات اللي بنعيشها بطريقتنا في بوك بايتس بالعربي، بس المرة دي هبقى أحمد خالد توفيق. أنا اتولدت في طنطا سنة 1962. كنت عيل عادي، بس بحب أقرأ. مش أقرأ علشان المدرسة، لأ، أقرأ علشان أهرب من الزحمة، من خوف جوه قلبي، من كلام الكبار اللي ما كنتش بفهمه. كنت ألاقي نفسي جوه القصص، أعيش مع البطل وأتخيل، وأقفل الكتاب وأنا مش عايز أرجع للواقع. دخلت كلية الطب ومشيت السكة اللي كل الناس ماشية فيها، بس جوايا في حتة مش ساكتة عايزة تحكي. كنت عايز أكتب رعب، خيال، حاجات الناس بتستغربها، بس كنت شايف إن الخوف محتاج يتقال مش يتخبى. كتبت ما وراء الطبيعة. أولها ما كانتش مشجعة، ناس قالت إيه ده؟ بس كنت متأكد إن في ناس زيي خايفين وحاسين بالغربة وبيستنوا اللي يحكي بدلهم. وبعدين جه رفعت إسماعيل. رفعت مش شخصية، ده أخ كبير، ناس كتير كبرت وهي مستنياه، وكل عدد كان مراية تشوف فيها ضحكتك وخوفك وحزنك. كتبت بعدها كتير، فانتازيا وسفاري والسنجة ويوتوبيا، وكل مرة أكتب كنت بحط قلبي. يوتوبيا كانت وجيعة، كنت شايف الدنيا رايحة في حتة سودة، وكتبت علشان أصحي اللي نايم. ما كنتش بحب أطلع في برامج ولا أقعد في ندوات، كنت بحب أقعد في هدوء مع فنجان قهوة وقلم. كنت بكتب علشان أهون. ناس قالت لي أنت ليه دايما حزين؟ وأنا بضحك وأقول أنا مش حزين، أنا شايف الحزن ومش قادر أسكت. ومع الوقت بقى اسمي بيتقال، بس اللي كان يفرحني بجد حد يقول لي أنت خلتني أحب القراية. ما كنتش بعتبر نفسي كاتب كبير، كنت حكاء، واحد بيحب يحكي، مش علشان يتشهر، علشان اللي بيسمع يحس إنه مش لوحده. وفي يوم قلبي وقف، بس الحكايات ما وقفتش، ولسه صفحاتي بتتفتح وناس بتدور فيها على نفسها. أنا أحمد خالد توفيق، أنا اللي حكيت علشان الناس ما تخافش لوحدها، أنا اللي كنت ماشي جنبك في الضلمة وفي الحلم. ودي كانت حكايتي، بصوتي وبقلب بيحبك حتى من بعيد، في بوك بايتس بالعربي. سلام.